لو كنت متابع سوق الذهب اليومين دول هتلاحظ إن سعر الذهب عمال ينزل، وقبل ما تفكر تبيع أو تشتري لازم الأول تعرف هو ليه سعر الذهب بينزل. والكلام اللي هقولهولك النهاردة يمكن محدش قالهولك قبل كده، ويمكن تكون بتسمعه لأول مرة. من أول السنة دي وسعر الذهب في مصر عمال يزيد بشكل كبير جدا ومبالغ فيه، وده لأن معظم الناس ابتدت تشتريه علشان تحافظ على قيمة فلوسها، وخصوصا بعد ما الجنيه فقد جزء كبير من قيمته بعد التعويم. ولما الطلب زاد على الذهب بشكل كبير ده خلى سعره يوصل لأرقام تاريخية ما وصلهاش قبل كده، أرقام ملهاش علاقة بسعر الذهب الحقيقي في السوق العالمية. طيب ايه الإجراءات اللي الحكومة المصرية أخدتها علشان تقدر تسيطر على سعر الذهب؟ الحكومة قررت إعفاء الذهب من الجمارك، وده معناه إن العرض هيزيد وبالتالي سعره هيقل وشوية شوية يرجع لسعره الطبيعي. وبالمناسبة القرار ده ساري لمدة 6 شهور بس لكن صدر قرار السيد رئيس الوزراء بان يجيب الكميه اللي هو عايزها معاه ويخش بيها، ما يدفعش عليها غير ضريبه القيمه المضافه فقط. ده غير ان الرقابه الماليه عملت اول صندوق للاستثمار في الذهب في البورصه المصريه، وبكده سعره هيكون معروف في البورصه والتجار مش هيقدروا يسعروه تاني على مزاجهم، لانك بسهوله هتقدر تعرف سعر الذهب الحقيقي من خلال البورصه المصريه. ده غير ان شعبة تصنيع الذهب باتحاد الصناعات المصرية بدأت مبادرة لتقليل قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية، وده عشان يقدروا يسيطروا على الأسعار المبالغ فيها. ومع بداية تنفيذ القرارات دي بدأ بالفعل سعر الذهب ينزل في الأسواق المصرية، ورئيس الشعبة قال ان قرار الإعفاء من الجمارك خلى سعر الذهب ينزل 15%، وكمان في أسباب اقتصادية تانية هيبقى ليها دور كبير جدا في نزول سعر الذهب. وخلينا اشرح لك الموضوع. في مصطلح في أسواق البورصة والذهب اسمه كوركشن أو التصحيح، ودي حاجة مهمة جدا لازم تعرفها، لأنها عبارة عن فخ أو خدعة ممكن يقع فيها أي حد خبرته مش كبيرة في مجال الاستثمار. وهي إن لو سوق الذهب بيعلى بقاله فترة كبيرة والارتفاع ده وصل لأسعار تاريخية ما وصلهاش قبل كده، اعرف إن هيجي وقت وسعر الذهب هينزل تاني بنسبة ممكن توصل ل10 أو 20%، وده عشان السعر يقرب تاني من السعر الحقيقي مش السعر الوهمي اللي وصله بسبب زيادة الطلب عليه. وعلى حسب كلام المخطط المالي إيد كانتي التصحيح ده ممكن يكمل لفترات طويلة، والسعر ممكن يفضل ينزل كده لشهور، وبعدها ممكن يرجع يزيد تاني مع مرور الوقت لحد ما يزيد لرقم معين، وبعدها يرجع تاني للتصحيح وهكذا، والعملية دي بتفضل شغالة في دايرة مستمرة. طيب امتى تدخل في الدايرة دي علشان استثمارك ينجح وما تخسرش؟ لما تلاقي سعر الذهب بيزيد بقاله فترة يبقى لازم تاخد بالك وتفكر كويس وتشوف حركة زيادة السعر على مدة زمنية طويلة. ولو لقيت ان السعر دلوقتي من اعلى الاسعار اللي وصلها خلال اخر 3 سنين فاتوا، يبقى ده مش وقت مناسب انك تشتري، لان ده معناه ان السعر هيقل تاني قريب، لان السوق دايما بيطلع وينزل، واكيد بعد الارتفاع الكبير ده هيحصل هبوط في السعر او التصحيح اللي اتكلمنا عليه من شوية. طيب ايه هو الوقت المناسب اللي اقدر اشتري فيه ذهب؟ وارن بافيت رجل اعمال وانجح مستثمر في العالم بيقول: كن خائفا عندما يكون الاخرين طماعين، وكن طماع عندما يكون الاخرين خائفين. يعني لما تلاقي الطلب بيزيد بشكل كبير جدا على سهم معين لازم تاخد بالك وما تشتريش في الوقت ده، لان ده معناه ان السعر هيبقى عالي بشكل غير منطقي ومش بيفضل كده كتير. لكن لو لقيت الطلب بيقل والسعر بينزل استنى لحد ما ينزل لسعر معقول وبعدين اشتريه، عشان لما موجة الانخفاض دي تمر والسعر يرجع تاني تبقى كسبت واستثمارك نجح. ولحد ما سعر الذهب يرجع تاني تكون انت عملت لايك وشير للفيديو عشان غيرك يستفيد. لكن لو كنت اول مرة تشوفنا اشترك وفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار كل ما ننزل فيديو جديد.